عليكم ورحمة الله وبركاته. سعيدة جدا معاكم النهاردة. ان شاء الله الفيديو كوميدي، هو كوميدي وعنوانه هيشد شوية. لو عايز تخرب علاقتك. معاكم انا هشام، مدربة تنمية بشرية واستشارية علاقات أسرية. الفيديو ده انا هلم فيه كل المشاكل بإذن الله، سواء في العلاقات عموما، بس هلمها بشكل كوميدي وفي نفس الوقت بشكل سلبي. تمام. هنتكلم دلوقتي عن الشباب. الجزء ده خاص بالشباب، عنوانه لو عايز تخرب علاقتك. تعالى كده نمشي واحدة واحدة. لو عايز تخرب علاقتك، رقم واحد، خلي كلامك قليل جدا. كلام الحلو ما تطلعوش اصلا خالص، ومش تهتم بيها ولا تهتم بتفاصيلها ولا اي حاجة. لو عايز تخرب علاقتك خليك بارد جدا في المناسبات. ما تفتكرش حتى المناسبات نفسها تواريخها كام. ما تفتكرش انك تجيب لها مثلا هدية، ما تفتكرش انك تعبرها. لو عايز تخرب علاقتك افضل رايح جاي تعاير فيها، يعني تقارنها بنساء غيرها، تقارنها بزميلتها في زميلتك في الشغل، تقارنها بمذيعة، تقارنها. لو عايز تخرب علاقتك افضل كاتم على نفسك، وكل كاتم على نفسها، وكل نفس هي بتطلعه راقبها عليه. اتكلم معاها، اقعد اقول لها مش تروحي ومش تيجي ومش تعملي، اخنقها زياده قوي. ما حتى مش تفكر انك بعد الخناقه دي كلها تخرجها مثلا يوم في الاسبوع انت وعيالك، او انت بس لو ما كنتش مخلف. دي يعني احييك جدا جدا جدا. لو عايز تخرب علاقتك اعملها. عايز تخرب علاقتك لما تتنرفز اقفل تليفونك، اختفي من على الانظار. مش تعبرها. لو بعتت رسالة ما تردش عليها، اتقل يا بابا اتقل. اتقل اللي خنقتونا بيها كلمة اتقل دي. مش تعبرها. دي انا اهنيك ان الجفاء في العلاقة هيزيد قوي ما شاء الله، وعلاقتك هتتخرب قريب. لو عايز تخرب علاقتك فعلا، عايزها سواء بقى بالكلام او مثلا اتهنها مثلا بالكلام، اتهنها لو انت متجوز بمد الايد. اهنيك جدا انك فقدت رجولتك، يعني دي كمان فقد الرجولة نفسها. لو عايز تخرب علاقتك فعلا، خلي عندك كبرياء في العلاقة. يعني علاقتك كده تبقى خليها فيها كبرياء، انك ازاي انا بجلالة قدري اروح اصالحها، يعني ازاي دي؟ طيب مش عارفه انك متجوز ليه اصلا، يعني في الاول بدل انت عندك الكبرياء ده. الكبرياء اللي عنده كبرياء ده ما بيتجوزش اصلا، مش في عنده شريك حياه. اما هو مادام هو دخل في كلمه شريك حياه، يبقى الكبرياء ده ينتهي تماما. لو عايز تخرب علاقتك دخل كل الناس فيها. بص انا مش عايزاك تسيب اي حد غير لما تشكيله، مش عايزاك تسيب اي حد من اصحابك غير لما تاخد رايه في الحاجه دي. اهلك، كل حد، دخل كل الناس في علاقتك. اشتكي بقى وقول مثلا المشكله دي عاوز حل. اهنيك انك اصلا مش عارف تاخد قرار، مش عارف تبقى راجل فعلا له شخصيه. عايز تخرب علاقتك سيبها زعلانه، ولو ما هو زعلانه تتفلق يا اخي، مش مهم. كده كده هي هتيجي تصالحك، توكل على الله. مش عارفه والله، يعني مش عارفه اضحك ولا اقول ايه بالظبط. اصل الحاجات دي كلها انا بشوفها عملي، يعني الحاجات دي كلها انا بشوفها عملي. لو عايز تخرب علاقتك بقى، انا عايزاك بقى ايه، تعمل بث مباشر لحياتك دي عند والدتك او والدك او اخواتك. يعني ما تسيبش فتفوته في علاقتك بين زوجتك او خطيبتك غير لما تنقلها لهم. ده بتعمل كذا وبتروح تسوي ومش عارفه ايه. بص مش هتسيب اي حاجه، انقل بث مباشر عندهم. كده كده علاقتك هتتخرب، ما تقلقش. عايز تخرب علاقتك فعلا، افضل طول ما انت رايح جاي فاتش في موبايلها، اسألها رايحة فين، جاية منين. لو اتأخرت سنة صغيرة تشك فيها. بص هتتخرب مش تقلق. لو عايز تخرب علاقتك فعلا، غير من اصحابها. يعني غير كمان، يعني بحجة الغيرة بقى، اخنقها قوي الغيرة. بص انا عايزاك تخنقها قوي، غروها يعني. اخنقها بالغيرة ان انا بغير، مش تكلمي دي ومش تعملي دي ومش تسوي في دي اخنقها قوي قوي، بحيث انك خلاص مش هتسيب ليها نفس اصلا انها تتنفسه. هتتخرب مش تقلق. بحجة الغيرة دي غيرة مرضية مش غيرة صحية. لو عايز تخرب فعلا علاقتك، انا عايزة كل تصرف فيها تعمله تشك فيه، كل تصرف فيها تعمله تروح شاك فيه، وتسألها بقى فين وامتى وازاي وحصل كذا، وافضل بقى حق معاها. عايز تخرب علاقتك اتحكم فيها بقى ايه، يعني عايزك تشد بقى في التحكم فيها دي قوي. ما تعمليش كذا وما تسويش كذا وما تروحيش كذا، والغي شخصيتها تمام. ما هي اصلا تستاهل انها ترتبط بواحد زيك، يعني هي في الاخر في الاول تستاهل فعلا انها ترتبط بواحد زيك، انك لاغي شخصيتها تماما. حتى يعني الراجل السوي بيسمع، يعني بيسمع لنفسها لمراته، بيسمع لخطيبته، وبعد ما بيسمع بيبدأ يقول رأيه ويقنعها بيه. ده الراجل السوي. اما حضرتك طبعا ازاي انت مش سوي اصلا؟ يعني البني ادم اللي بيتعامل مع مراته كده انها ملهاش رأي وملهاش شخصية وملهاش كذا، ولا المتحكم في كل حاجة، ده بني ادم اصلا مش سوي.
تمام. فعايز تخرب علاقتك خليك كده، هي اصلا في الاخر والأول في الاول هي تستاهل انها ترتبط بواحد زيك. تمام. رقم 15، انا عايزاك مش تهتم باهلها ولا تحترمهم ولا تقدرهم ولا تعبرهم، كده كده لو عايز تخرب ايه علاقتك. 16، اكتشف، يعني انا عايزاك ما ايه تتكسف تتكلم عن علاقتكوا سوا قدام اهلك نفسهم. يعني مثلا يعني والدتك مثلا قاعده تتكسف تقول لها يا حبيبتي. والدتك قاعده مثلا، مراتك تتكسف انك تصرح بحاجه زي كده، مع ان الرسول ذات نفسه عليه الصلاه والسلام لما الصحابي سالوا من احب اليه قال عائشه، مش اتكسف انه يقول مثلا هو بيحبها قصاد الصحابه. تمام. في فرق شاسع طبعا. 17، لو عايز تخرب علاقتك فعلا خلي اهلك يدوسوا عليها، خلي هي ملهاش كرامه بحجه انهم اهلك، مع ان مفيش علاقه بينهم، يعني مفيش علاقه بين بر الوالدين، بر اهلك وكرامه مراتك اللي هي اصلا من كرامتك. لا، نفصل شويه عن الاتنين دول، دي ملهاش دعوه بدي اصلا خالص. تمام يا جماعه. يعني بر اهلك في ناحيه، وكرامتك وحدودهم مع مراتك في ناحيه تانية، دي ملهاش علاقه بدي خالص. تمام. لان الناس مدخلينها، كل ما حد يتكلم ده بيعملوا فيها كذا يا فلان فلان، يا ستي ده اهلي واستحمليهم، يعني نعمل ايه يعني؟ طيب عشان هم اهلك يعني نعمل ايه؟ طيب فهمني. كل واحد له حدود، يعني كل واحد له حدود يتعامل معاها. رقم 18، عايز تخرب علاقتك خلي كل حد يتدخل في قراراتك، سواء قراراتك شخصية خاصة بعملك أو قرارات حياتية خاصة بشغلك بحياتك الأسرية نفسها. دخل كل الناس في قراراتك، بالتالي حياتك كده كده هتتخرب. عايز تخرب حياتك امنع عنها أي حاجة تدل على شخصيتها، يعني حتى لو وهي بتمارس نشاط صغير امنعه. كده انا هنيك ان علاقتك كده كده شويه شويه بتبعد عنها. عايز تخرب علاقتك فعلا خليكوا بعيد عن ربنا، هي كده كده هتتخرب يعني قريب. يعني مش استعجل، فهي الخطوه الاولى والاخيره الحته دي، ان انتوا كل ما تكونوا بعاد عن ربنا كل ما علاقتكم هتتخرب اسرع فاسرع. ده كده شويه نقط صغيرين كده للرجاله او للشباب، والجزء التاني هتبقى هيبقى للبنات عن اللي عايز يخرب علاقته. تمام. اشوفكم ان شاء الله بجزئيه تانية خاصه بالبنات بعد الجزء ده. يا ريت الشباب يتقوا الله في بنات الناس، يتقوا الله في ان انت فعلا داخل على مسؤوليه كجواز، او انت في نفس المسؤوليه كزواج في نفسها، يعني كزواج او متزوج. اتقوا الله في ازواجكم واتقوا الله في بنات الناس، لان بنات الناس مش لعبه، ولا بنات الناس هي قاعده ومستنياك، هي كانت قاعده ومعززه ومكرمه في بيت اهلها. فهي بالتالي انت بتاخدها من ده كله، يبقى توفر لها حياة كريمة، على الأقل حياة ليها كرامة، حياة انك فعلا واخد شريك حياة، مش واخد خدامة عشان تخدمك، واخد فعلا شريكة حياة تشاركك في كل حاجة في تفاصيلك. كل واحد بيستغرب ان في رجالة لحد دلوقتي، وان في حريم لحد دلوقتي ما تعرفش تفاصيل شغل زوجها، ما تعرفش مرتبه، ما تعرفش الحاجات دي، ما بتتدخلش في ميزانية البيت. انا الواحد بيستغرب يعني حقيقي، يعني راجل فاكر نفسه لما هو مثلا يحرم مراته انها ما تتدخلش في مصاريف البيت يبقى هو كده راجل. لا يا جماعة، مش كده خالص. مراتك لازم تشاركك، ولازم تقعدوا تخططوا سوا وتحطوا ميزانية البيت وتشوفوا اللي ناقص، وتشوفوا وتشيلها مسؤوليتك معاك. اما فكرة انك تهرب من تستحوذ على النقطة دي بحجة انك راجل، لا مش ينفع. ما هو مش كده، انت راجل بالقوامة، بالشغل، بالعمل، بانك بتجيب الفلوس، بس مش معنى انك راجل ان شريكة حياتك ما تعرفش اي تفاصيل عنك كشغل، ما ينفعش. امال اسمها شريكة حياة ازاي؟ والنقطة اخيرة، ان في رجالة بتغير من زوجاتها من نجاح زوجاتهم، الايجو عندهم عالي، الايجو خالص. يعني انت ازاي لو انت راجل سوي واثق من نفسه واثق من امكانياته، نجاح زوجتك دي في وشك انت، دي حاجة تشرفك انت ان زوجتك ناجحة في حاجة معينة تفتخر بيها، مش تغير من نجاحها تقعدها في البيت تقولها مش تروحي مش تيجي مش عارفة ايه عشان خايف انها تبقى اعلى منك. ازاي؟ مستحيل. انت لو راجل فعلا سوي، ان نجاح زوجتك دي في وشك في حاجة، لانها بتكملك، فنجاحها بالنسبة لك في اي حاجة في حياتها، اي نشاط بتعمله، دي حاجة ترجع لك وفي وشك وتفتخر بيها. يا رب يكون رسالة وصلت للشباب، ويا رب تاخدوا بالكم الحاجات اللي قلتها دي كلها، لان الحاجات دي فعلا معانا، عايشين في مشاكلها، وناس بتطلق كل شويه بسبب الموضوع ده. سعيده جدا انا معاكم النهارده، ونتفق ان شاء الله على التوصيات دي اللي احنا ناخد بالنا منها، وان شاء الله باذن الله فيديو البنات نزل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله يشاء.